الباك تو سكول والباك تو يوني السنه دي هيبقى مختلف تماما. وقبل ما تفكري ان انا هنا جايه اقول لك ازاي تنظمي جدول الدراسه وازاي تذاكري وايه طريقه المذاكره، انا مش جايه اقولك كده، ولا جايه اقولك تعملي جدول مذاكره، ولا تصحي من الصبح، ولا تقفلي الموبايل، ولا كل ده. لان بصراحه احنا عارفين الكلام ده كله، عارفين ان احنا المفروض نذاكر اول باول، عارفين ان احنا المفروض ما نضيعش وقتنا و فانا مش جايه اقولك كل ده، جايه اسالك انت السنه دي عايزه تبقي مين. انت ممكن يكون عندك احسن جدول في العالم، عندك احسن طريقه مذاكره بتذاكري بيها، كل الاستادي هاكس معاكي. طيب لو انت بقى زي ما انت، لو انت زي ما انت نفس العقليه، نفس العادات، نفس طريقه التفكير اللي انت بتشوفي بيها نفسك، انت كلها كام شهر كده وهترجعي زي ما انت نايمه زي ما انت. عشان كده الفيديو ممكن ما يكونش بس عن الدراسه، لا هو عباره عن ريست لشخصيتك، والريست اللي انت محتاجه تعمليه لنفسك قبل ما الدراسه تبتدي عباره عن اعاده تعريف لنفسك، تعرفي ايه اللي يستحق طاقتك وايه لا، ازاي انت هتبني شخصيتك وتبقى احسن، وتهيئيها للدراسه وتهيئيها للحياه الجديده اللي انت داخله عليها، وازاي تخلي الدراسه جزء من تطوير شخصيتك مش مجرد درجات، وازاي تدخلي الدراسه وانت بنت جديده غير البنت اللي دخلتي بيها السنه اللي فاتت. احنا مش عايزين السنه دي تعدي وخلاص، احنا عايزين نخرج منها وندخل فيها واحنا شخصيه مختلفه تماما. so just keep watching. اولا انت هتبطلي تدي الناس اكبر من حجمها. طب ده ايه علاقته؟ انا هبتدي بحاجه مش مباشره قوي بالدراسه، بس هي حاجه مهمه قوي وحاجه هتفرق في سنتك الدراسيه، وهي الناس. انت ممكن جدا تكوني داخله سنه دراسيه جديده واكتر حاجه محتاجه تتغير مش مستواك الدراسي، يطلع ايه؟ يطلع الناس اللي حواليكي. انت ممكن تكوني بتحاولي تكسبي حب ناس هي مش بتقدرك، بنحاول نبقى انترستنج بالنسبه لهم، بنحاول نخليهم ان هم يختارونا. انا هفرح لو مثلا صاحبتي دي بعتت لي، وهزعل لو تجاهلتني لمده شويه، وهبتدي بقى ان انا ايه، بقيس قيمه نفسي عن طريق صاحبتي دي وعن طريق معاملتها معايا. بس هو الحقيقه لا، انت مش كل شخص عايزاه يقرب منك هو فعلا يستحق ان هو يقرب منك، مش ان حد مش مقرب منك او مش بيحبك فده معناه ان انت فيكي حاجه ناقصه. هو بكل بساطه الشخص ده مش مناسب ليكي. فاحنا مش هنقعد طول السنه بنحاول نثبت لشخص قيمتنا عامله ازاي، لان اوريدي الشخص الصح مش هيستنى منك انك تقنعيه ان انت تستحقي الاحترام. انا اوريدي كاتبه في النوت معايا هنا الحاجات اللي احنا محتاجين فعلا نركز عليها، وانا من وجهه نظري الحاجات دي فعلا لو احنا ركزنا عليها هتلاقي سنتك الدراسيه ماشيه بسلاسه، ماشيه زي ما انت عايزه وطالعه منها بشخصيه افضل كمان. اوكي، تاني نقطه هو ان الشعبيه مش هي الهدف. موضوع الصحاب في سن الجامعة وسن المدرسة ده أكبر موضوع تقريبا، وكله بيمسك فيه من ناحية مين صاحب مين، مين بيتكلم معرفش مين، مين خرج مع مين، مين جروبه كبير، مين معروف، مين الناس كلها بتحبه. بس صدقيني كل ده مش مهم، والعدد اوريدي برضو مش مقياس للقيمة بتاعتك. واللي هقوله ده دلوقتي ممكن يكون بدائي شوية، بس هي حاجة بقت معروفة ان انتي مش شرط عشان حواليكي 100 يبقى ال100 كلهم بيحبوكي، في الاخر هتطلعي منهم بواحد ولا اتنين هما دول صحابك، هما دول اللي فعلا بيحبوكي، والباقي دول مجرد زمايل. فانتي ما يبقاش هدفك وانتي داخله ان انا عايزه اكون صداقات كتيره، عايزه ابقى محبوبه اوكي هو حلو، ولكن مش ده الهدف الاساسي. خلي هدفك ان انا ازاي ابقى محاطه بالناس الصح، ازاي ان انا اكون فعلا صحاب كويسين. وبجد ده فرق كبير قوي في العقليه، ان انت تبقي داخله عارفه ان انت بتارجتي اودينس معين من صحابك، انت بجد عايزه ناس معينه بس هي اللي تبقى صحابك. ده اوريدي هيكون من شخصيتك، هيخليكي عارفه ان انت ما تختاريش اي حد يبقى انت بتمشي معاه، انت كوني نفسك بالعلاقات الحقيقيه. اوكي، تاني حاجه romance your life. يعني ايه؟ انت ما تستنيش لما حاجه كبيره تبتدي، ما تستنيش تخرج، ما تستنيش اي حاجه كبيره تحصل لك، ما تستنيش الشخص اللي انت نفسك تقابليه، ما تستنيش انت نفسك اصلا لما تبقي بيرفكت. خلي ابسط يوم عندك هو احلى يوم بالنسبه لك، خلي ايامك العاديه دي حاجه واو. مثلا وانت بتذاكري، بدل ما تحسي بخنقه المذاكره اعملي لك حاجه تشربيها انت بتحبيها، مثلا محاضره عاديه وانت مش بتحبي الدكتوره بتاعتها مثلا البسي اوتفيت عاجبك فتحسي ان يومك بقى احسن. تبي مكتبك مثلا اعملي بلاي ليست للمذاكره بتاعتك، اي لحظه مثلا حسيتي انت عملتي فيها حاجه خدي لها صور وافتكريها. حاولي طريق الجامعه ده يكون طريق انت بتستمتعي بيه، لان اوريدي معظم حياتنا عباره عن ايام عاديه وده الحمد لله طبعا. ولكن لو فضلنا مستنيين حاجة كبيرة تحصل لنا أو الأيام الكبيرة دي إحنا نوصل لها عشان نبقى إحنا مبسوطين، فأنت كده بتضيعي جزء كبير أوي من حياتك. رابع حاجة هي إن الدراسة مش مجرد درجات. دلوقتي جاي للجزء اللي المفروض إن إحنا داخلين الفيديو عشانه، الدراسة. خليني أقولك إن فعلا الدرجات دي مش مهمة.
مش دي الحاجه الوحيده اللي انت المفروض تطلعي بيها من الدراسه. انا عايزاكي تعتبري ان الجامعه او المدرسه الاتنين، اعتبري ان هما جيم لشخصيتك. المذاكرة بتدربك على الالتزام، البروجكتس اللي بتعمليها بتدربك على التعاون، البرزنتيشنز اللي انت بتعمليها بتحسن السكيلز بتاعت الكلام عندك اكتر، والامتحانات بتعلمك ان انت تتعاملي ازاي مع الضغط، الفشل هيعلمك ان انت تحاولي تاني وتقومي تاني وتجربي تاني، والديدلاينز بتعلمك المسؤولية. كل حاجة انت بتواجهي حاجة صعبة، انت مش مجرد انت خلصتي assignment، انت بتبني شخصية اقوى. فاللي هو لأ، انا مش عايزة السنة دي تعدي وخلاص، انا عايزة اخرج منها وادخل فيها وانا شخصية مختلفة تماما. نيجي بقى للحاجة السادسة، وهي انك تعملي لك academic alter ego. دي من اكتر الافكار اللي ممكن تغير طريقة المذاكرة بتاعتك. اعملي نفسك academic alter ego. بمعنى ايه؟ مثلا انت دلوقتي هتبني شخصية تانية غير الشخصية اللي انت عليها. مثلا انا مريم، انا دي شخصيتي، بس ساعة المذاكرة في شخصية تانية هتظهر، الشخصية اللي هي فعلا حابة ان انا احط فيها كل بقى ايه المزايا اللي انا حابة اشوفها في الشخصية اللي هتذاكر دي. هادية، منظمة، بتذاكر، عندها شغف للدراسة، بتتكلم بثقة، بتذاكر أول بأول، مش بتتأثر برأي الناس، عندها ستاندردز عالية قوي. فأنا عندي alter ego في الشخصية التانية دي. الشخصية التانية دي بتظهر وقت الدراسة. فلو أنا مش حاسة إن أنا عايزة أذاكر، طب أنا هعمل إيه؟ هتخيل نفسي أنا الشخصية التانية. لو الشخصية التانية حست فجأة إن هي مش عايزة تذاكر، هتعمل إيه؟ لو هي عندها امتحان بكرة هتفتح الكتاب وتذاكر. لو عندها assignment هتبتدي ان هي تبتدي فيه وتعمله حتى لو مش عندها motivation. بتبعد عنها اي مشتتات، مش بتبص لورا، هي مكملة في طريقها. فانت هنا انت مش بتمثلي على نفسك او بتضحكي على نفسك. الفكرة ان انت بتستعملي الشخصية دي او بتستخدميها هي المرجع للسلوك بتاعك، وده طبقيه في حياتك عموما. مثلا انا عندي شخصية تانية واثقة وهي بتظهر وقت المواقف الجادة، فأنا هنخلي الشخصية دي شخصية للدراسة. أنا هخلي الشخصية دي هي اللي بتظهر وقت الدراسة. هلغي الشخصية اللي هي معندهاش شغف، اللي هي مش قادرة تذاكر دلوقتي، لأن كل ده مش بينفع. فأنتي لازم تخلي الشخصية دي فيها كل حاجة حلوة بحيث إن أنتي تقدري فعلا تدي في الدراسة. سابع حاجة هو إن أنتي الطريقة اللي بتشوفي بيها نفسك هي دي اللي بتأثر عليكي، او الطريقه اللي انت شايفه اوريدي برضو بيها الدراسه او شايفه بيها الامتحانات. من ازاي انا الطريقه اللي انا كنت بشوف بيها الامتحانات كانت صعبه فعلا، كانت بتيجي صعبه بعدها، بس بستغرب نفسي قوي ان انا ازاي معرفتش مثلا احل كذا. لكن ساعه ثانويه عامه انا كنت واثقه مليون في الميه الامتحانات ماشيه زي الفل، انا بحل حلو، ففعلا جبت درجه ساعتها. فانت فعلا الطريقه اللي بتشوفي بيها نفسك هي الطريقه اللي بتاثر عليكي. انا بقى مش منظمه، انا فاشله، انا مش عارفه احل ده، انا حاسه الامتحان هيجي صعب، كل الكلام السلبي، عمري ما هجيب درجه كويسه، الدكتور دي امتحاناتها صعبه. انت خلاص اوريدي عقلك صدق، عقلك صدق وعقلك بيبتدي ان هو يتعامل مع الكلام ده كانه تعريف ليكي. حتى لو من جواكي انت حاسه كده، انت برضو حاولي تغيري الكلام، اضحكي على عقلك مره في مره، انت نفسك هتصدقي بعد كده ان انت قادره تعملي ده. على الاقل انت بتتعلمي ازاي تذاكري بطريقه احسن، على الاقل انت بتعرفي مثلا تتعلمي انت ازاي تثقي في نفسك اكتر. لا انا شخص مثلا بحب الالتزام، حسني من كلامك كله هتلاقيه بيأثر اوريدي على شخصيتك وهيبان عليكي وفي تصرفاتك. بس دي مش جمل سحريه واحنا نستنى حياتنا تتغير بسببها، لا انت بتقولي وانت بتعملي اللي انت بتقوليه. الفكره بس ان انت تغيري الصوره اللي انت واخداها عن نفسك دي، وبعد كده خلي افعالك هي اللي تغير بقى كل الكلام ده. تمن حاجة ان انتي ما تستنيش موتيفيشن، ودي اهم نقطة، لان انتي الموتيفيشن ده مش نظام تشغيل عندك يعني، لا، لان برضو طبيعي انتي مش كل يوم هتصحي في مود كويس، مش هتصحي كل يوم موتيفيتد ان انتي تعملي وتدي للدراسة حقها و عادي، ايام هتصحي تعبانة، ايام هتصحي مش قادرة، ايام هتصحي تقولي مش عايزة اذاكر النهاردة مثلا كذا. بس في الايام دي بقى بالذات بيظهر الشخص اللي فعلا كان عايز يغير من نفسه، والشخص اللي سلم نفسه للشغف بتاعه. انت حتى لو مش قادره اعملي يا ستي اقل حاجه تقدري تعمليها. مش قادره تذاكري ساعتين، طب ذاكري نص ساعه، اكيد هتستفادي وهتطلعي منها باي حاجه. المهم ان انت تكوني عملتي اي حاجه في يومك، ما ضيعتيهوش كله واستسلمتي للشغف، واللي هو لا انا مش حاسه ان انا في المود النهارده، انت ضيعتي اليوم. واليوم اللي بيضيع في الدراسه مش بيتعوض. مش قادره تخلصي شابتر النهارده، ابتدي بصفحتين مثلا، لو قدرتي تكملي اوكي، ما قدرتيش اديكي ابتديتي في صفحتين. تاسع حاجة هي the goal is not perfection. مش الهدف ان انتي تبقي طالعة perfect في كل حاجة وان انتي perfect في كل حاجة، ده اصلا مستحيل، ولكن الهدف ان انتي تفضلي مكملة وتفضلي ماشية. عشر حاجة هي reinvent yourself، و I think ان ده اهم جزء في الفيديو. ليه؟ لان انتي لازم قبل بداية السنة كده تقعدي مع نفسك قاعدة كده وتقولي انا عايزة ابقى مين السنة دي، انا عايزة اجيب درجات ايه السنة دي،
محتاجه كام مجموع السنه دي، مثلا شخصيتي دي انا هتبقى عامله ازاي. ابتدي اكتبي بقى، انا عايزه اكون اهدى، عايزه اكون اعرف اقول لا مثلا، عايزه اكون صحاب يكونوا كويسين مش هكون اي حد وخلاص، عايزه ابقى اكتر ثقه، اكتر التزام، اركز في دراستي اكتر، التزم بصلاتي. كل ده تفضلي انت تكتبيه وتشوفي انت فعلا عايزه تعملي ايه. انت لما بتبتدي ان انت تكتبي اهدافك في بدايه السنه بتبقي داخله السنه عارفه بالظبط انت عايزه تعملي ايه، ففعلا هتبتدي ان انت تركزي فهتديه بالظبط زي ما انت كاتبه. اعملي ايدنتيتي جديده لنفسك، يعني مثلا خدي ورقه واكتبي the girl I want to become، البنت اللي انا عايزه ابقاها السنه دي. البنت دي بتصحى ازاي؟ مش شرط يبقى بدري و5 الصبح و6 الصبح والكلام ده، لا، بس انت لما تثبتي لك ميعاد معين انت مخك بيتسيستم على كده، بجد بتلاقي تغيير في حياتك. المهم ان انت يبقى عندك وقت واضح انت بتبتدي فيه حياتك. طب بتذاكري ازاي؟ هي مش هتستنى لاخر لحظه وتزنق نفسها والكلام ده كله. بتتعامل مع الناس ازاي؟ باحترام وكل حاجه ولكن بحدود. طب هي بتتكلم عن نفسها ازاي؟ مش بتقلل من نفسها ولا بتقلل من اي امكانيه عندها حتى لو كانت هي بسيطه وصغيره. طب هي لو فشلت هتتعامل مع الفشل ازاي؟ عادي، هتقوم وتشوف ايه اللي هي محتاجه تغيره وايه اللي محتاجه ان هي تعدل فيه بحيث ان هي ما تقعش الوقعه دي تاني وهتقوم احسن من الاول كمان. طب الموبايل، بتستعمل الموبايل ازاي؟ الموبايل هي اللي بتتحكم فيه مش هو اللي بيتحكم فيها. احنا هناخد النسخه القديمه دي كده ننساها تماما، نرميها تماما. احنا هننسى ان في نسخه قديمه موجوده عندنا، نسخه السنه اللي فاتت دي خلاص. احنا داخلين على سنه دراسيه جديده، عشان افضل مكمله كل يوم على هذا الريتم حتى لو ما عنديش طاقه لازم احدد اهدافي. ولكن عشان ارمي النسخه القديمه دي فانا ما رميتهاش كده وخلاص، انا رميتها يعني انا مستغنيه عن حاجات كتيره فيها، لان انت مش هتبتدي نسختك الجديده وانت ماسكه في حاجات قديمه. فاحنا برضو هنسال نفسنا ايه الحاجات اللي انا مستغنيه عنها في نسختي القديمه، ايه الحاجات اللي انا سبتها. ممكن يكون التأجيل، ممكن يكون علاقاتك القديمة الوحشة، ممكن يكون مثلا ان انتي بتقارني نفسك بالناس، بتسهري. كل ده، كل اي عادة قديمة وحشة عندك انتي اكتشفتيها ابتدي ان انتي ارميها وشوفي ازاي انتي هتغيريها. وعادي، عادي كله بيتغير. بحس ان اكبر حاجة بتمنعنا من ان احنا نتغير ان احنا معتقدين او فاكرين ان احنا شخصياتنا ثابتة، بس لا، انتي تقدري تغيري وترمي القديم وتدخلي في شخصيتك حاجات جديدة عادي جدا، لان انتي مش نسخة نهائية من نفسك، انتي لسه بتتطوري ولسه بتتكوني. فاحنا هنعمل ريست، بس ريست عملي. هنعمل ريست عملي لنفسنا قبل السنة الدراسية الجديدة، وبالذات قبل ما السنة دي تبتدي او قبل ما تبتدي دروسك مثلا او قبل ما تنزلي الجامعة. خدي يوم واحد، اليوم ده انا هعمل فيه ايه؟ انا هكتب اهدافي، مش ال30 هدف، لا، هكتب 3 4 كده دول الاساسيين اللي انا محتاجة فعلا اركز عليهم. روقي مكتبك، طلعي الكتب اللي انت ما كنتش محتاجاها القديمه ارميها خالص، ابتدي نظمي كتبك الجديده، نظفي مكتبك كده واوضتك، هيئي الاجواء للدراسه الجديده، هتحسي نفسك انت قادره فعلا وعايزه تذاكري. بعد كده حاولي تلتزمي على روتين معين حتى لو ده ممكن يكون صعب شويه، ولكن انت لما تعملي لنفسك روتين، والله انا النهارده مثلا هصحى الساعه كذا، مش النهارده بس، ده كل يوم بقى انت هتصحي على الساعه كذا، هبتدي ان انا اكل مثلا او اشرب كوفي، وبعد كده هبتدي ان انا اذاكر كام ساعه في اليوم، بعد كده اريح شويه، لو في درس هنزله، لو في جامعه هروحها، وهكذا. انت بتبتدي نظمي يومك، ولو كل يوم ماشي على النظام ده انت مش هتزهقي، انت هتحسي ان دي خلاص دي حاجه اساسيه انا بقيت بعملها في يومي، مش هزهق منها. مش شرط يبقى الروتين ده مثالي اللي هو واو انا استحاله اعمل كده، لا، حاجه بسيطه جدا. انا بقول لك الصحيان حتى لو خليتيه كروتين صحيان بدري ده هيفرق معاكي جدا. المهم ان الروتين ده تقدري تلتزمي بيه حتى في الايام الوحشه والصعبه عندك. فانا مش هقدر اديكي روتين معين، الروتين ده بتاعك انتي ودي حياتك انتي اللي عارفه ايه المناسب ليكي وايه اللي فعلا تقدري تلتزمي بيه حتى في ايامك الصعبه. اهم قاعده والجمله اللي احنا هنمشي بيها السنه دي هي don't make your new life depends on your perfect days. يعني انتي مش هتبني نظامك على ان كل يوم هو يوم مثالي، احنا هنعمل نظام يشتغل على اليوم حتى لو انا تعبانه فيه انا هقدر برضه اعمله. طب لو يوم ضاع هنرجع تاني مش مشكله، انما مش لو يوم وقع مننا او اي حاجه نقول خلاص انا بوظت الروتين، انا بوظت كل حاجه. انتي still you can start from now. خلاص مثلا يوم سيء عدى عليكي بسبب انت ممكن تخلي الشهر كله سيء عليكي لو انتي فعلا فقدتي ساعتها الشغف، واللي هو خلاص. انا اصلا بحس كلمه شغف دي حاجه احنا اللي مخترعينها كده، يعني مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش شغف لكذا او انا عندي شغف لكذا، لا، في حاجه ان انا مسؤوله ان انا اادي في العمل ده كذا، مسؤوله ان انا اعمل كذا، فانا لازم اعمل ده تحت اي حاجه. زي ما قلنا في الاخر ان انتي مش حاطه في دماغك ان انتي داخله تبقي بيرفكت، لا، احنا داخلين نعمل اللي علينا
مش لازم اكون اذكى بنت، مش لازم اكون البنت اللي هي اكثر شعبيه. انا بس عايزاكي تدخلي السنه دي انت عارفه انت داخله انت مين، داخله انت عارفه انت داخله تعملي ايه، مركزه على اهدافك بالظبط. اختاري الناس اللي تستحق وجودها في حياتك، اهتمي بالتفاصيل الصغيره، خلي الدراسه دي حاجه بتتعلمي منها وتطوري بيها نفسك اكتر ما هي ما تكون برضو درجات بس ليكي. ما ننساش ان احنا نعمل الالتر ايجو بتاعنا، لازم يبقى في عندنا شخصيه تانية هي دي اللي بتظهر بس ساعه حاجه معينه، ساعه موقف الجد. هنلغي الشخصيه القديمه اللي هي فاكره ان هي مش هتقدر وحاسه ان هي مش قادره لا، انا عندي شخصيه تانية، الشخصيه دي بتظهر وقت المذاكره بس. ونبني بقى الشخصيه الجديده بتاعتنا على بدايه السنه الجديده خطوه بخطوه، واحده واحده، معاكي سنه كامله. ده برضو مش معناه ان الناس اللي ما ابتدتش دراسه او اي حاجه ان هي ما تبتديش من دلوقتي. لا عادي، انت ممكن تبتدي من دلوقتي، تبتدي ان انت تشوفي انت هتعملي ايه، تخططي من دلوقتي. ولما تبتدي ويجيلك اول يوم دراسه، ابتدي بقى بخطواتك الفعليه، خليكي مختلفه لمجرد ان انت فعلا قررت ان انت تتغيري. وبرضو زي ما بقول ان انا هرجع بعد سنه من الفيديو ده واشوف السنه الدراسيه دي انا قدرت اعمل فيها ايه كمريم. وانت برضو لازم ترجعي تشوفي انت بعد سنه قدرتي تعملي ايه من الاهداف اللي انت كنت كاتباها، من الحاجات اللي انت فعلا كنت عملتيها. This is your year, not because everything will be perfect, but because you decided to be someone you're proud of. بس كده انا خلصت الفيديو. عموما انا متحمسه ارجع للدراسه بالشخصيه الجديده وبالالتر ايجو بتاع الدراسه. وانا عموما اوعدك ان انت لو طبقتي كل ده مش هتحسي بملل ابدا ناحيه الدراسه مهما كانت هي صعبه. بس كده thank you so much for watching, don't forget to subscribe and bye bye.